إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من تعرضه لحادث مأساوي في المنيا. توفي اليوم الفنان الشعبي المعروف إسماعيل الليثي متأثرا بالإصابات التي لحقت به منذ أيام بعد تعرضه لحادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا. الحادث وقع عندما صدم السيارتين بشكل عنيف ببعض، مما أدى إلى إصابات بالغة للفنان إسماعيل الليثي، وتم نقله على الفور للمستشفى الملاوي العام، وتم وضعه في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية. وأسرته فضلت جنبه في المستشفى طول الوقت، خصوصا أخوه زوجته شيماء سعيد اللي ما سابوهوش لحظة واحدة. لكن اليوم بشكل مفاجئ للأسف اتدهورت حالته الصحية، وتم إعلان خبر وفاته ليلحق بابنه ضاضة اللي توفى من 14 شهر تقريبا. خبر وفاته أصاب الوسط الفني والشعبي بالحزن، إذ كان إسماعيل الليثي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة، وأعماله كانت جزء من ذكريات محبيه لسنوات طويلة. رحم الله الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والحد هنا الفيديو خلص. سلام.